كذلك ضيوف غدا يشاركون إن شاء الله ملتقى ومرتقى ومنتقى الخويصة، حتى أن من المشاركات المتنوعة هذه نستخلص منهج معاصر لفقه المناسبة. وصادف افتتاح فقه المناسبة افتتاح الربيع. إذن هناك مواسم ومناسبات تجري علينا في اليوم، في الأسبوع، في الشهر، في السنة، في العمر. لابد من أجل الدعوة إلى الله بصورة صحيحة أن تكون أنت يا أيها الواعظ العالم الذي يبلغ شريعة الله عز وجل المتصدر الحديث، لأنك إن لم تتكلم أنت سيتكلم غيرك ويملأ بدلا من الحق الضلال. إذا أردت أن تتعاطى مع المناسبات بشكل جميل جليل وسيم أنيق، لابد أن توسع مداركك في فهم كيفية تعامل الناس مع المناسبات الشرعية. إحياء المناسبات موجود في منهج الأنبياء أصلاً كلهم، وموجود في منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي سنته، وموجود في منهج الصحابة والتابعين. زمان قبل 20 سنة لما كنا في المسجد كنت تعد المساجد التي تحتفل في المولد النبوي عدا، تعدهم: مسجدنا، مسجد الفيحة، مسجد الشيخ، مسجد لا شيء، كم من مسجد، كم من مسجد فقط تعدها. الآن من فضل الله بركة جهود الشباب والمعارج كان لهم دور، الشيخ عون الله يجزاه الخير له دور كبير في هذا، يعني كانت فترة جهاد. الآن نحضر 5 إلى 6 موالد في اليوم وبنعتذر عن زيهم بفضل الله، بكرم الله، بجود الله. يعني يغطي المملكة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ما في منطقة إلا فيها مولد. كلنا اليوم ينادي بأدب الخلاف، وكلنا ينادي أنه وحدة الأمة مقدمة على كل شيء آخر، وأنه هذه الأمة يجب أن تقبل التنوع. هذه مناسبتك في أن تقبل أدب الخلاف مع الآخر. وأدب الخلاف لا يعني أن تتنازل عن رأيك أو عن مذهبك أو عن ما تراه صوابا أبدا. كل مجتمع وكل بلد عندهم وسائل اجتماعية يعبرون فيها عن قناعاتهم، يعبرون فيها عن تعظيمهم، يعبرون فيها عن حبهم، يعبرون فيها عن فرحهم، يعبرون فيها عن حزنهم. دائما أشير أننا بحاجة اليوم إلى الرجوع إلى استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم وإلى استشراف المستقبل، وهذه المعايير يدربوها في علم الإدارة. اليوم علم الإدارة مباشر يذهب إلى غاندي وإلى موسلي ويذهب إلى العظماء منهم، لكن نحن موجود عندنا الاستراتيجية النبوية، موجود عندنا استشراف المستقبل، موجود عندنا الاستدامة. هذا كله موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة العمل التطوعي عند شباب الصحابة كثير. الأرقم من الأرقم الذي قدم بيته ليكون أول محضن للدعوة. اليوم احنا أمام مثال واقعي في تفعيل المناسبات من خلال الأنشطة الثقافية والفعاليات الفنية والبرامج السياحية. حقيقة رؤية معهد المعارج في هذا التحول الكبير في العالم. اليوم أصبح في عندنا بدائل، صار عندنا بدائل. من هذه البدائل إخواني الكرام، وكيف يخاطب مختلف الشرائح في المجتمع، من الصغار، من الفتية، ومن الكبار في مجالس علمية ومجالس الإنشاد والإرشاد والتربية والتزكية، وحتى في معهد الحوراء الخاص بأخواتنا النساء. اليوم إخواننا في معهد المعارج يا جماعة أمنونا بدائل. حتى النشاط يعتبر جزء من المنهاج، ويمكن إحياء المناسبات مع هؤلاء الطلبة والطالبات بكل سهولة في المدارس. وقلنا إذا دخل الداعية إلى المدارس خاطب 20% من سكان الأردن.